يا ترى مين اللاعب اللي فلورنتينو بيريز اعلن انه هيضم ريال مدريد ب 150 مليون يورو؟ طبعا كلكم هتقولوا مايكل اوليسيه، وده عشان اولا مورينيو كان في برلين، وثانيا لان في احتماليه لرحيل فينيسيوس بعد المونديال. ده غير ان فابريزيو رومانو قال ان اوليسيه هو الهدف، لكن بيريز خلال تصريحه قال انه مش مايكل اوليسيه. طيب مين اللاعبين الموجودين حاليا وسعرهم يتخطى 150 مليون يورو وريال مدريد محتاجهم فعلا؟ هنقسم الموضوع لثلاث انواع. الاول هو لاعبين سعرهم كده او يقرب من النسبه دي وريال مدريد ممكن يتفاوض عليهم، والنوع الثاني هم لاعبين مجرد حلم عند كتير من الجماهير، والنوع الثالث هم اللاعبين الاقل ترجيحا. النوع الاول هتكون قايمه تضم ديزيري دوي لاعب باريس سان جيرمان، واللي قيمته السوقيه وفقا لترانسفير ماركت زادت لحد 120 مليون يورو. كمان فيتينيا زميله باريس سان جيرمان اللي سعره وصل ل 140 مليون يورو، وزميلهم الثالث بنفس السعر جو نيفيز. وده مش غريب، باريس سان جيرمان هو افضل فريق في اوروبا، طبيعي يحاول ريال مدريد يضم جالاكتيكو جديد منه. والنوع الثاني وهم الحلم عند جماهير كتير، لامين يامال اللي سعره يتخطى اصلا 200 مليون يورو، وبيدري اللي ب 150 مليون يورو. والاثنين هيفضلوا مجرد حلم الا لو حصلت حاجه زي فيجو كده، ولو انها مستبعده لان دي بتبقى مره في العمر. واخيرا النوع الثالث وهم اللاعبين الاقل ترجيحا. الاول هو جوليان الفاريز نجم اتلتيكو مدريد، واللي سعره اكيد هيوصل ل 150 مليون يورو، ده لو ريال مدريد دخل قصاد برشلونه في الصفقه. واللاعب الاخير هو زاير امري لاعب باريس سان جيرمان برضو، واللي قيمته السوقيه 80 مليون يورو، بس عقده ممتد لحد 2029 مع خيار التمديد لسنه اضافيه، يعني باريس هيطلب اللي عايزه. واخيرا بقى بيجي هالاند. صحيح هو وعد انريكي ريكيلمي، ولكن بيريز من زمان عنده حلم يجمع مبابي وهالاند في فريق واحد، بس بعيدا عن ان عقده هيخلص في 2034 فقيمته السوقيه فوق ال 200 مليون يورو. فتفتكروا مين اللاعب اللي هيدفع فيه بيريز اكتر من 150 مليون يورو؟